السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم ملخص لكتاب طريقة تفكيرك هي طريقك للنجاح، تقديم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار. ذلك الكتاب من تأليف كارول دوك، حيث يناقش الاختلافات بين الناس أصحاب العقلية الثابتة مقابل أولئك الذين يمتلكون عقلية متطلعة دائما للنمو. وطريقة تفكيرنا تحدد الطريقة التي نتعامل بها مع المواقف الصعبة والانتكاسات، وكذلك استعدادنا للتعامل مع أنفسنا. ويوضح هذا الكتاب كيف يمكننا تحقيق أهدافنا من خلال تغيير طريقة تفكيرنا. النقطة الأولى: عقلياتنا هي التي تحدد إذا ما كنا نعتقد أننا يمكن أن نتعلم فنتغير وننمو أم لا. من شكل الجمجمة لحجم قدمك، الخصائص الفيزيائية في الجسم في الأغلب محددة سلفا بدقة منذ البداية. بالطبع يمكنك الحصول على الجراحة التجميلية أو تقوم بكسر إحدى عظامك، ولكن نحن البشر لدينا بشكل عام سيطرة قليلة جدا على شكل أجسامنا. ولكن ماذا عن القدرات الفكرية والجسدية، مثل لعب كرة السلة أو الرسم أو حل مسائل الرياضيات؟ هل هي قدرات وراثية أم مكتسبة؟ اليوم يتفق معظم العلماء إنه إذا كنت تريد أن تصبح عازف كمان، لا تحتاج فقط إلى التدريب على آلة موسيقية، ولكن يجب تكريس سنوات من حياتك لممارسة عزف الكمان. ومع ذلك هناك العديد من الإجابات على هذا السؤال، حيث إن طريقة تفكيرنا تلعب دورا حاسما في كيف نرى أنفسنا والآخرين. ببساطة عقلياتنا وطريقة تفكيرنا هي التي تشكل معتقداتنا في إنجاز شيء ما، ويشكل هذان النقيضان الأساس لمفهوم العقلية الثابتة أو الجامدة مقابل العقلية التي تنمو باستمرار. والناس ذو العقلية الثابتة يعتقدون أنهم ولدوا موهوبين بشكل طبيعي في القيام ببعض الأمور، وفي نفس الوقت غير قادرين على عمل أمور أخرى، في حين أن الأشخاص الذين لديهم عقلية النمو يعتقدون أنهم يمكنهم أن يصبحوا موهوبون في أي شيء إذا حاولوا جاهدين بما فيه الكفاية، بل ويواصلون نموهم في جميع مراحل حياتهم واكتساب مهارات جديدة دون تحفظ والانخراط بنشاط في علاقاتهم. بالنسبة لهم الحياة في جميع جوانبها هي في حالة مستمرة من التغيير. وعلى النقيض من ذلك، الناس ذو العقلية الثابتة في كثير من الأحيان تكون رؤيتهم للأشياء على أنها أبيض أو أسود. تلك الطريقة في التفكير بالتأكيد تعرقل نضج تفكيرهم. إذا فشلوا في شيء يدفنون رؤوسهم في الرمال أو يلقون اللوم على الآخرين، وهم يأملون في أبدية الحب في علاقاتهم بدلا من العمل على العلاقات أنفسهم. النقطة الثانية: قدرات الفرد تنحت في الحجر منذ الصغر. الناس ذو العقلية الثابتة يعتقدون أن الموهبة هي كل شيء من وجهة نظرهم. يتم حفر قدرات الشخص في الحجر يوم مولده. الشخص إما ذكي وموهوب أو غبي أو غير كفء، وسيبقى على هذا النحو إلى آخر حياته. الشركات الكبرى مثل شركة إنيرون وشركة ماكنزي
الذين يستثمرون الكثير من الأموال في الكشف عن ما يسمى الخارقين في الجامعات، يجسدون هذه الطريقة في التفكير، وهم يتوقعون عندما يوظفون خريجي هؤلاء سيقومون بتعزيز أداء الشركة على الفور مع قدراتهم المتميزة. ولكن الآن هؤلاء الخريجين أشخاص موهوبون فعلا، فإنهم يتلقون قليل من التدريب، وليس من المتوقع لهم أن يتقدموا في وظائفهم أو يتم تصعيدهم للعب أدوار جديدة. ونتيجة لذلك رؤسائهم يقومون بتقييمهم باستمرار: هل هؤلاء الخريجيين أذكياء حقا؟ أم كنا نظن أم إن أخطائهم كشفت أنهم يفتقرون إلى الموهبة لإنجاز المهمة؟ ذو العقلية الثابتة يعتقدون أن الموظفين الذين ليسوا مثاليين من أول يوم لن يكونوا أبدا مثاليين في المستقبل، لذلك فمن الأفضل السماح لهم بالرحيل بسرعة. وعلاوة على ذلك، الناس ذو العقلية الثابتة يعتقدون أنهم يستطيعون فعل الأشياء التي يجيدونها بشكل طبيعي فقط، وإن التدريب لن يؤدي إلى أي تحسن، ونظرا لأنهم يميلون إلى الحكم بسرعة على أنفسهم وغيرهم من الناس بأنهم إما جيدون أو سيئون، فإنهم يفترضون أن الآخرين يمارسون نفس الدور في الحكم عليهم في كل وقت أيضا، وبالتالي فإنهم يشعرون بالحاجة لإظهار كيف إنهم موهوبون وأذكياء في كل فرصة يحصلون عليها، وهم يعتقدون أن شخصيتهم ووجودهم كله على المحك، فزلة واحدة يمكن أن تكون كافية لوصمهم بالحمقى. هم يسعون باستمرار لمحاولة الحصول على رضا الآخرين وموافقتهم لحماية غرورهم والتأكد من أنهم عظماء حقا كما يظنون. النقطة الثالثة هي النمو وتنمية الذات ممكنة في عقلية النمو. والنقطة الرابعة تتكلم عن الناس ذو العقلية الثابتة، حيث يسعون للحصول على موافقة الناس والظهور وفقا لتوقعاتهم. أما أولئك الذين لديهم عقلية النمو يسعون دائما وأبدا لتطوير أنفسهم والآخرين من حولهم، وذلك بغض النظر عن رأي الناس فيهم وما يفعلونه. والنقطة الخامسة، حيث إن العقلية الثابتة ترى الفشل كأنه كوارث، ولكن أصحاب عقلية النمو يرونه على أنه فرصة لتطوير أنفسهم وإمكانياتهم لتجنب تلك الفشل مرة أخرى مستقبلا. والنقطة السادسة تتكلم عن الناس ذو العقلية الثابتة، حيث أنهم يتجنبون الصعاب والصعوبات التي تواجههم في الطريق إلى هدفهم. أما أولئك الذين لديهم عقلية النمو يتصدون لكل مشكلة أو صعوبة تواجههم عند الإمكانية تحقيق أهدافهم. والنقطة السابعة تتكلم عن غالبا ما تتأثر بطريقة تفكيرنا بقوة من قبل قدوة كانت لنا عندما كنا أطفال. والنقطة الثامنة في هذا الكتاب الشيق، يمكن لأي شخص أن يتبنى عقلية النمو ويجعل المستحيل ممكنا، وهذا ما يمكن أن يفعله أي شخص منا، أن يجعل المستحيل ممكنا.